السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخوتي من جديد، ودائما في قناة يوسف الونشاريس لتربية طيور الزنا، خاصة الكناري والحسون. وموضوعنا لهذا اليوم دائما نتكلم على حسب الزمن أو الوقت الذي يعيشه الطائر. وبما أننا في شهر جانفي وهي بداية مرحلة التجهيز للطيور إن شاء الله والتزاوج، نتمنى التوفيق من الله. موضوعنا لهذا اليوم هو الكالسيوم وكيفية تقديمه لتجهيز الحسون والكناري للتزاوج، وأهم فوائده وأعراضه ومتى يقدم. وقبل ذلك إخوتي في الله، اشتركوا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد بالضغط على زر الجرس والإعجاب دعما لنا إخوتي. أتمنى مشاهدة هذا الفيديو للأخير لأنه مهم جدا وخاصة لطيوركم. إن الطيور بصفة عامة تحتاج لفيتامين الكالسيوم لتفادي بعض المشاكل في مرحلة التزاوج والإنتاج، مثل هشاشة العظام وموت الفراخ، وكذلك ضعف قشرة البيض. لذلك أيها المربي لا تغفل على هذا الفيتامين. ولتوفير فيتامين الكالسيوم هناك طريقتين، الطريقة الكيميائية والطريقة الطبيعية، وأنا اخترت لكم اليوم الطريقة الكيميائية. هنالك عدة أنواع من الكالسيوم وهي كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها للشركة العملاقة فيرسلي لاغا البلجيكية الغنية عن التعريف الكالسيوم كالسي ليكس الذي يظهر أمامكم بهذه العلبة. وملاحظة إخوتي في الله، هنالك عدة أنواع متوفر الكالسيوم مثل الأوميغا والراد والطبرنيل، وهي كذلك فعالة، ولكن اخترت لكم على حسب تجربتي الخاصة والمتواضعة دواء كالسيوم كالسيليكس لأنه فعال ومجرب. قبل ذلك إخوتي في الله، نتكلم عن أهم الأعراض التي تلاحظها على طائرك لكي تعرف أنه يعاني من نقص في الكالسيوم. ومن أهم هذه الأعراض يعني عندما تلاحظ طائرك أو الطيور تشقق الأرجل والمنقار وزيادة في الطول، يعني زيادة طول المنقار. وفي بعض الأحيان نجد أن أرجل الطيور حرشفية، تكسر الريش، وإذا تأكدت من طيورك ليست فيها باش وريشها يتساقط فاعلم أنها تعاني من نقص الكالسيوم. وضع الإناث للبيض وبقشرة رهيفة يعني رقيقة وضعيفة جدا كذلك تعاني من نقص في الكالسيوم. بعض الطيور عند وضع البيض تأكله، وهذا يدل كذلك على نقص كالسيوم. واليوم اخترنا لكم كالسيوم كالسيليكس لمعالجة هذا المشكل. إخوتي في الله، هو عبارة عن بودرة كما يظهر أمامكم. عندما تذهب للشراء يجب معرفة بعض الأمور البسيطة مثل تاريخ الإنتاج يعني الصنع، وإذا كان أصلي أم لا، made in بلجيكا. وعندما تفتح العلبة كذلك تجد قرص كما يظهر أمامكم للحماية من الرطوبة. يقدم الكالسيليكس من أجل الوقاية وأثناء فترة الإنتاج وما قبلها يعني فترة التجهيز، وكذلك يقدم كعلاج. الآن وبدون إطالة نبدأ
كيفية تقديمه كوقاية، بحيث نقدم ملعقة كما يظهر، وهي تأتي مع المنتج، والتي تساوي 4 جرام. نضعها في 250 مليلتر من الماء، أي ما يعادل ربع لتر من الماء، نصفها يعني هذه نصف لتر، ونصفها يساوي ربع لتر، يعني ملعقة واحدة. كما أنه يمكننا أن نخلطه مع الباتي أو البيض، ولكن لا تتجاوز يعني الباتي والبيض 100 غرام، بحيث نقدمه مرتين في الأسبوع. والآن نتكلم، وهي الأهم، تقديمه أثناء فترة الإنتاج وما قبله، يعني في مرحلة التجهيز، وأثناء الإنتاج يعني وضع البيض، وبعدها نقدم ملعقتين في 250 مليلتر، أي ربع لتر من الماء، أو كذلك نخلطه مع الباتي أو البيض بحيث لا تتجاوز الكمية 100 غرام. والآن نقدمه كعلاج، أي في حالة نقص الكالسيوم أو عندما يعاني الطائر من أحد الأعراض التي ذكرناها سابقا. نقدمه ب3 ملعقات في 250 مليلتر، أي ربع لتر من الماء، أو دائما مع خلطة الباتي أو البيض بحيث لا تتجاوز خلطة الباتي والبيض 100 غرام. يقدم يوميا لمدة أسبوع، ثم ترتاح الطيور لمدة 3 أيام، ونعيد نفس العملية في حالة لم يتحسن الطائر. إخوتي في الله، وملاحظة مهمة: أثناء تقديم الكالسيوم كالسيليكس يجب تقديم معه فيتامين دي تروى، الذي يثبت، أي يعني يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل ممتاز، مثل المكمل الغذائي أدي تروى أو، الذي يوجد بشتى الأنواع مثل الأوميغا والطبرنيل والراد. وأثناء تقديم الكالسيوم يعني يجب احترام الجرعات، لأن الزيادة في الجرعة تؤدي إلى تكوين قشرة البيض الصلبة، وبالتالي لا يستطيع الفرخ الفقس وتموت الفراخ. لذلك أذكر دائما، واحذروا أيها المربين احترام الجرعات. وهذه هي أهم مساوئ الكالسيوم كالسيليكس إذا لم نحترم الجرعات. والآن إخوتي في الله، نتكلم عن كيفية توفير الكالسيوم لكي لا ننسى محبين المربين والأصدقاء الأعزاء الذين يفضلون الدواء الطبيعي، ولكن ببعض المعلومات البسيطة. هو من أهم العناصر الغذائية التي تتوفر على الكالسيوم في الطبيعة، يعني الغذاء الطبيعي، البيض المسلوق، خصوصا القشرة غنية جدا بهذا الفيتامين الكالسيوم. عظمة الحبار أو ما تسمى بعظمة السيبيا، يمكن أن نخلط هذا الغذائين مع بعض ونقدمهم للطيور مرتين في الأسبوع أثناء الإنتاج وبعدها. بذور الشيا كذلك تتميز بالغنى بفيتامين الكالسيوم، بذور السمسم وبعض المكسرات. ولكن يجب عليك تشميش طيورك، لأن فيتامين D3 الذي يأتي من الشمس يثبت الكالسيوم ويساعد على امتصاصه جيدا. وإذا لم تتوفر عندك الشمس، ممكن تعويضه بفيتامين أدي تروى أو، كما ذكرنا سابقا، موجود في الأوميغا أو الراد أو الطبرنيل. أتمنى، وفي الأخير
أنكم استفدتم من هذه المعلومات البسيطة. وإخوتي في الله، لا تبخلوا علينا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب. وإذا كانت هناك أي شيء نسيناه اذكروه لنا في التعليقات، إذا كان إيجابي أو سلبي، لكي نتفادى ذلك مع بعض ولكي نتعلم. وفي موضوع جديد إن شاء الله، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وعافية، كذلك بالنسبة لطيوركم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.